التعادل بقدم ياسر ابراهيم. مرة ثانية تصل على الشمال قفشه والباصة والهجمة السريعة. كهربا رضا سليم بلمسة تصويب والهدف الأول. جول جوا جول. الهدف الأول هدف التقدم للنادي الأهلي على طول. النجم المغربي المزيان السحر يا سادة فأقدام الساحر رضا سليم يسجل الآن الهدف الأول. هدف التقدم مع لحظات أخيرة قاتلة من زمن الشوط الأول. والصورة واللقطة تعبر عن فرحة كبيرة جدا. هذه العادة مرة ثانية محمد مجدي قفشه، ثم الاسيست روعة بقدم محمود كهربا، ثم المزيان المغربي رضا سليم اللي يسجل مشاهدينا أول أهداف في المباراة وأول أهداف على البطولة الأفريقية في هذا الموسم وفي هذا العام. رضا سليم هو صاحب الهدف الأول، هو صاحب الفرحة الأولى في بطولة دوري السوبر ليج الأفريقي النهارده هنا في دار السلام. اليوم يا سادة في مرمى الحارس علي سليم على طول النجم رضا سليم. ضربة حارة مباشرة بقدم طبعا اللاعب سعيدي. كرة على راسية حلوة من كهربا تترد ترجع ورا ناحية محمد حسين. محاولة باص على طول من نجومة براسية مسافة بها وخطيرة. اللمسة تعدي والهدف. هدف التعادل لسيمبا التنزاني براسية اللاعب دينيس كيبو. يهرب لأول مرة من رامي ربيعة وعلى طول سيمبا يخطف هدف التعادل في المباراة مع لحظات أولى من عمر الشوط الأول الخطير. اللاعب التنزاني على طول وهو اللاعب دينيس كيبو يسجل أول أهداف فريق سيمبا النهارده في مباراة اليوم وهدف التعادل. هذه العادة مرة ثانية في المتابعة بقدم على طول الشامة، ثم الرأسية والخطفة الموجودة من اللاعب دينيس كيبو عشان فريق سيمبا يرجع للمباراة ويسجل هدف التعادل على طول. سعيد عرضية راسية خطيرة والهدف الثاني. مش ممكن، مش معقول. الهدف الثاني والخطفة الغير عادية من اللاعب البديل ساديو كانوتي يسجل الهدف الثاني. هدف التقدم لسيمبا التنزاني وفرحة غير عادية، فرحة جنونية من جماهير سيمبا. عادل السعيد وادي العضوات الرأسية الممتازة من البديل ساديو كانوتي المالي عشان فريق سيمبا بعد ما كان متأخر بهدف واحد مقابل لا شيء يحول تأخره من 0-1 إلى تقدم حاليا 2-1 في المباراة. 2 سيمبا للنادي الأهلي بقدم محمد مجدي قفشه. كرة عالية فوق دفاع تعدي وتاخد خطورة بياسر تعدي والهدف. جول التعادل السريع، الرد السريع والسريع جدا. هدف التعادل بقدم محمود كهربا. لسه بقول الاهلي باسمه الكبير قادر على العودة، قادر على التعادل. وادي علامة النصر لدعم فلسطين للمرة الثانية والكدر للمرة الثانية عملناها في الهدف الأول بقدم رضا سليم وبنعملها مرة ثانية في الهدف الثاني بقدم محمود كهربا. هذه العادة ثم المتابعة 100 بقدم الفولت العالي برج عالي ينور ملعب المباراة ويسجل. اهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده حلقه مهمه جدا وهي عن برنامج لتصوير شاشه الكمبيوتر او اللابتوب. كتير مننا اللي عنده قنوات على اليوتيوب هم يعتبروا اكتر فئه بتستخدم البرامج دي. دايما بيغلبوا ان هم يدوروا على برامج كويسه بتصور سطح المكتب فيديو وتكون بامكانيات حلوه وفي نفس الوقت ما يكونش تقيل. طيب النهارده اجيب لكم برنامج مهم جدا، هتلاقوا اللينك بتاعه تحت الفيديو على طول في الوصف، وهو البرنامج اسمه
باس فاب سكرين ريكوردر. اول ما هتدوس على اللينك كده هيفتح لك الويب سايت بتاعهم. طبعا هندوس على تجربة مجانية وهنستنى لحد لما يفتح لي لينك التحميل. حجمه صغير جدا، مجرد 2 ميجا ونص. تمام، مجرد ما هيخلص هندوس على اوبن فتح ويبدأ يسطب. التسطيب بتاعه مش هياخد وقت خالص. هنا ممكن ندوس انستول على طول او نعمل هنا في الانستول سيتنج عشان لو عاوز تغير اللغة من هنا او لو عاوز تغير المسار بتاعه برضو من هنا زي ما انت عاوز تخليه انجليش، عاوز تخليه عربي. احنا ممكن نخليه عربي دلوقتي في الشرح وندوس على التثبيت. مش هياخد معانا وقت خالص وهيكمل في وقت قليل. بكده البرنامج هيكون خلص تحميل او خلص تسطيب. هتلاقي الايقونة بتاعته ظاهرة قدامك هنا على الديسكتوب، او ممكن ندوس على البداية على طول ونستنى ان هو يفتح. ميزة البرنامج ده انه سهل جدا، فانت حتى لو ما سمعتش ليه شرح هتعرف ان انت تتعامل معاه. طبعا هو هنا بيفتح لك الويب سايت بتاعه، نزله تحت. بيحاول هنا يديك شرح سريع عنه التالي في التالي لحد لما نبدأ الآن. دي واجهة البرنامج. الواجهة كده